قال لك حاجة قالها الرسول اني باش نعملها مهما كانت المخاطر. الفرس قاعدين يتربصوا، يعني الدولة الإسلامية هذه اللي قاعدة تبنت نقضى عليها تو يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، أبا عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص، داهية العرب. حضر خالد بن الوليد رماه على جيش فيه خيرة الصحابة، بعث اليمن بارا قال شوفهم يا مسيلمة الكذاب، تفاهم معه يعرف خاطر خالد يحكي اللغة الكل متاع الحرب. وفي نفس الوقت كمل تجهيز أسامة وبعث للشام. قال لك حاجة قالها الرسول اني باش نعملها مهما كانت المخاطر. رد بالك الوقت هكا مش كان مسيلمة قاعد يتربص، تنساش يكون الروم قاعدين يتربصوا، الفرس قاعدين يتربصوا، يعني الدولة الإسلامية هذه اللي قاعدة تبنت نقضى عليها تو. قال خير ما تكبر ودو تصير لنا مشكلة. حكينا بعتالي على اليمامة، مشي خالد هز الجيش متاعه، تصرف كما حكيت في التراك، يعني محقم عن بكرة أبيه. حكيت ممكن بطولات صغيرة، لكن البطولات كان باش نسرد البطولات الفردية متاع الصحابة راني باش نبطى فيه برشا تراك. انتم ماكو شفتوا هكاك تجا وقعد فيها 13 دقيقة. صارت اليمامة الحمد لله بفضل ربي المسلمين ربحوا. كي ربحوا المسلمين رجعوا، أول حاجة عملها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، بعث خالد قال ما ترتاحش تو، قال تتعدى للعراق، بعثها للبصرة. طيب قال الفتوحات متاعك وتوكل على ربي. والشام طبعا كما بعث أسامة بن زيد، زاد بعد فترة صغيرة أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولمت جيش اللي حكينا عليه في اليرموك 2 اللي قلنا فيه يزيد بن أبي سفيان، فيه شرحبيل بن حسنة، فيه أبا عبيدة بن الجراح، وفيه عمرو بن العاص داهية العرب. بعثهم قال لهم ماذا أنتم تو باش تنطلقوا للشام. عمرو بن العاص حط على فلسطين، والشام حط عليها يزيد بن أبي سفيان، الأردن حط عليها شرحبيل بن حسنة، وحمص حط عليها أبو عبيدة بن الجراح. خرجوا وتوكلوا على ربي. وصارت المناوشات الكبيرة اللي حكينا عليها اللي هي باش تقض منا اليرموك تو، كما حكيت قلت يعني وقت اللي انتشروا هما في الشام يرقل ما عجبتهاش الحكاية وخاف، عندها الحق يخاف، علاش لا؟ كانت 3000 عملوا فيه مكاك في مؤتة، وزاد شاف الصحابي عبد الله بن حذافة وقوة إيمانه. وشال القصة هذه تنطرقوا له فيديو آخر قدرة ربي، قال لك إني جماعة هذا يلمدلهم أقوى ما عندي، يا راهم باش يفسخوني من الوجود. وبالفعل لمدلهم جيش كان يعني صادم على دولة الفرس في الوقت هكا، مش على رويحة عرب. لما جيش في 250,000 وقف اليرموك ويستنى فيهم والعركة باش تنفذ. قاعد مركز معايا مه الصحابة وصلوا الشام، وبدت المناوشات مع جيش الروم، وبدت الأمور تكساح شوية بحكم جيش الروم برشا. وبعثوا رسالة لأبا بكر الصديق. لاحظوا كونه هرقل لعب على التفرقة متاعهم، حب يفرقهم، يعني كان يبعث في جيوش منفصلة، كل جيش يحب يقاتله بروحه، لا لشيء إلا أن حب يقاتلهم متفرقين، كل واحد على شيرة وكل واحد بروحه. كي بعثوا لأبا بكر الصديق بالطبيعة قال لهم أنا بكمش تقاتلوا متفرقين، هبكم مع بعضكم نسكن. قاتلوا لحمة واحدة وعملوا عليهم، لكن كما تعرفوا جيش فيه 16,000 باش يقاوم لك جيش متاع 250,000 زاد لازمنا نكونوا لوجيك شوي. بعثوا لأبا بكر مرة أخرى وقالوا له يعني راهو الحرب قوية ياسر، وراهو الروم برشا، ورانا كيفاش باش نعملوا. بعث أبا بكر الصديق رسالة لخالد بن الوليد وقال كلمة المشهورة: والله لأنسين الروم وسوس الشيطان بخالد بن الوليد. وهني يكونوا كملنا اليرموك 2. يرموك 3 جاي باش يكمل لكم القصة إن شاء الله. اللي عنده سؤال ينجم يسأل اللوطة في الكومنتات. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.